السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. بصوا، عملوا لنا مرايه في المدخل السلم، هتلاقوني بقى اصور لكم فيها على طول. رايحه السوق اجيب حاجات، وكمان هعدي على مدرسه هنا لان لحد دلوقتي لا عطوني اللبس ولا الكتب. فهروح اسال اشوف ايه الموضوع. هم قالوا لي هنحطك في جروب وكده، ما حطونيش. فهروح اشوف ايه الحكايه، وفي نفس الوقت اجيب ايه طلبات للبيت. عديت على المدرسة الأول عشان هي جنب البيت، فعديت على المدرسة أول حاجة. قالوا لي لسه ازاي، يعني يومين بالظبط وهنتصل بيكي تيجي تستلمين. وقالوا لي هنضيفك في الجروب، بس الجروب ده بتنضافي فيه أول يوم مدرسة مع مجموعة الفصل بتاع بنتك، يعني مش المدرسة كلها، لا مجموعة الفصل بس. هما اللي هيبقوا معمولين في جروب لوحدهم وهنضيفك فيه. بس المهم ايه، ما جبتش اللبس فهروح السوق. وهنا كانت معايا طبعا بتحب فقرة السمك دي قوي، فشلتها وقعدت تتفرج على السمك وتلعب معاه. الشباب اللي كانت واقفة طبعا سابوها براحتها. بقت تمسكه كده. وبعد كده نزلتها وبدأت ان انا اصور لكم وانقي بقى ايه السمك اللي انا عايزاه. فنقيت 5 سمكات كبار. السمك الكبير سعره كان 90 جنيه. السمك الوسط شوية 85. الأصغر شوية مش عارفة كان ب65. وهكذا كل ما يصغر في الحجم كل ما يقل في السعر. بس بصراحة عقبال ما بيتنضف وكده أنا بحبه يكون كبير شوية، عشان عقبال ما يتنضف بلاقيه ايه كش. فاحنا بنحب السمك زي ما انتوا عارفين، فانا بصراحة بجيب من الحجم الوسط وبجيب من الحجم الكبير. خلاص بعمل ده كده وده كده. وطبعا في المحل هنا بينضفوا السمك فخليتهم ينضفوه، قلت عشان ما اروحش بقى ايه لسه هنضف واعمل، لا اروح ايه اطبخ يعني، واغسله كده واتبله ونعمله ايه مع بعض. وجبت كام حاجة كده بسيطة معايا عشان نعملها في الغدا النهاردة. جبت كمان كابوريا. الكابوريا الكيلو كان ب120 جنيه. فجبت منها عشان هنا وقفت قدامها وقالت لي ماما عايزة كابوريا كابوريا، فجبت لها الكابوريا. هي اصلا الغدا النهارده برعاية هنا، يعني هي بقالها يومين كل يوم تصحى ماما عايزة سمك. هنا ناكل ايه النهارده؟ ابقى لسه هفطر، يعني لسه هنفطر مش هنتغدى. اول ما تصحى انا عايزة سمك النهارده. هتفطري سمك؟ تقولي اه انا عايزه افطر سمك. فالمهم الصراحه قلت لا، هنزل اجيب واعمله. وزي ما انتوا شايفين هي واقفه مبسوطه ومستمتعه بيه. عايزه اقول لكم ان انا كان كل ولادي كده، كلهم كانوا كده بيحبوا السمك. فجاه العيال كبرت وما بقتش طباعها زي ما كانت صغيره. فدايما انا بعيش مع ولادي الفتره اللي هم حابينها، لان هيجي عليهم وقت ويكبروا وكل حاجة هتتغير وميولهم هتتغير، واي حاجة بيحبوها يمكن يكرهوها بعد كده. فعيشي مع ولادك كل لحظة هم عايشينها، كل حاجة حابينها عيشيها عيشيها بتفاصيلها، عشان هيجي عليكي وقت تحسي ان انت افتقدتي بقى الحاجات دي. يعني عايزه اقول لكم يوسف وانس وجنى كبروا ما شاء الله. اللي كانوا بيحبوه هم صغيرين ما بقوش يحبوه هم كبار. في حاجات في طبعهم شوية اتغيرت. اكلات كتير كانوا بيحبوها قوي قوي هم صغيرين، لما كبروا ما بقوش يحبوها. بقى يحبوا بقى الحاجات اللي هي ايه طالعة الايام ديت، والحاجات اللي هي ملهاش لازمة ولا ليها فايدة دي. اندومي مكرونة مش عارفة بصوص ايه، تلاقي اكلهم كله ما فيهوش فايدة. فاهمين؟ بقى جيل صعب الصراحة. المهم انا اللي مريحاني في البيت هي هنا، وماشيه على طبعي الصراحه. وهي اللي فاتحه نفسي تصحى ماما عايزه سمك، اروح اجيب لها واعمل واكل انا واقعد اكل انا وهي. التانيين بقى اللي مش عايز ياكل سمك يروح ياكل رز مثلا مع الخضار اللي موجود او اي حاجه عاملاها كده يعني. المهم انا الكابوريا شلت الخياشيم اللي بتبقى في ظهرها لان بتبقى مليانه رمله. فلما بعملها بيها بتخلي الشوربه سودة كده ولونها وحش، فبشيلها بصراحة. وبروح شطفاها كده وغسلها تحت الحنفية. بعدين احطها في الحلة وبحط عليها بصلاية، فصين توم، وحط عليها بقى فلفل اسود كمون، وحط ملح.
وبسيبها على النار وبحط لها ميه وبسيبها بقى تتسلق. انا حطيتها اصلا على عين البوتاجاز. والسمك برضو قسمت الكميه، مش كله عملته، اللي هو حجمه كبير قسمته كل كيسين سمكتين. ليه؟ لان انا لسه بقول لكم احنا اكتر اتنين بناكل سمك في البيت، انا وهنا. فقلت ايه، عشان لما في اي وقت تقولي ماما عايزه سمك هطلع السمكتين واعملهم انا وهي كده، ايه، نقزقزهم مع بعض. والعيال التانيين دول خليهم ابقى اعمل لهم اكله تانية بقى. ولادي برضو بيحبوا السمك، يوسف وجنى وانس، بس مش عايزينه على طول. عايزينه مرة كل فين وفين، كل وقت طويل. ما يحبوش ياكلوه مرتين في الاسبوع او ثلاثة، لا يحبوه مثلا مرة في الشهر ولا حاجة. على طول على طول لا، ما يرضوش ياكلوه على طول. فانا وهنا عايزين ناكل سمك كل يوم، ما عندناش اي مشكلة لو انا وهنا كل يوم كلنا سمك. ممكن اسيب الاكل كله اللي في الدنيا واكل سمك. ممكن اكله ساقع، بموت فيه وهو ساقع في التلاجة بايت من امبارح. فانا بحبه بكل احواله، سخن ساقع في اي حال بحبه. انا وهنا طالعين لبعض قوي يعني في الحتة دي. فقلت ايه، زي ما انتوا شايفين كل كيس كده هتبل فيه سمكتين وهحطهم. لما الغزالة بتاعتنا تبقى عايزة سمك ابقى اطلعه انا وهنا واعمل سمكة ليها وسمكة ليا. وباقي العيال دول خليهم ايه في المكرونه والاندومي بتاعهم والحاجات اللي هم بيعكوها دول، هيبقوا يعملوا او اعمل لهم الاكل اللي هم حابينه، واحنا خلينا في السمك بتاعنا. وعشان ايه مش كل ما تطلب سمك هروح السوق. كمان انا بجيب السمك على فكرة مش بفرزه وقت طويل، اخره بالكتير قوي 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 يقعد 20 يوم مثلا في الفريزر. اكتر من كده ما بيفرز السمك ما بيبقاش حلو. فيستحسن ان هتفرزيه يعني خلال الشهر يتاكل، ما تسيبهوش اكتر من كده بينعم وطعمه بيبقى مش حلو. وما بيبقاش حلو لما بتفرز السمك بالزيت. بس فالمهم انا فرزت 3 اكياس. وباقي الكمية بقى ايه هتبلها وهعملها تمام. حودة كان عندي النهاردة فهيتغدى معايا، وهنزل لماما كده ولخالته، يعني حاجات بسيطة كده يدوقوا معايا. وجبت كمان بتنجان لان خالتي قالت لي نفسي اكل بابا غنوج، فانا قلت هعمله وهنزل لها منه تدوقه يعني. اي نعم انا بحس ان انا مش شاطره قوي في البابا غنوج. بعمله بس معرفش، بحس ان هو ناقصه حاجه. ايه هي اللي ناقصاه بقى معرفش. المهم انا عملته على نفس خالتي يعني وكده، وبعت لها تجربه لماما وكده. بس فهم كميه السمك دول زي ما قلت لكم، واحنا هناكلهم، والولاد كل واحد خد له واحده بالعافيه. وزي ما قلت لكم بيحبوه بس مش كتير. المهم بقى ايه، خلاص ده انا بعد ما تبلته هحطه بقى في الدقيق، وكنت حاطه الزيت يسخن على النار. وهعمل ايه تاني، اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم لما بتيجي تفرزي السمك وتتبليه الاول، يعني بتفرزيه بالتتبيله بتاعته، بيطلع طعمه سكر وشارب التتبيله، عشان قاعد فيها فاهمين، بايت فيها بقاله كتير في الفريزر كام يوم. فلما بتيجي تطلعيه وتبدأي تحطيه في الدقيق وتقليه بيبقى طعمه فظيع، بيبقى شارب من التتبيلة حلوة قوي قوي قوي. السمك برضو لما تتبليه وتبيتيه في التلاجة، لو هتعمليه تاني يوم بيتيه في التلاجة بالثوم وبالتتبيلة بتاعته، وتاني يوم اقليه هتلاقيه شارب من التتبيلة وبيبقى طعمه رهيب. غير لما بتبقي حاطاله الثوم لسه وتحمريه على طول. معرفش بقى، يعني جربتها كذا مرة لقيت ان السمك لما بيبات في التتبيلة طعمه بيطلع احلى من ان انتي تعملي التتبيلة وتقليه على طول. بس هبدأ بقى ان انا اقليه وفي نفس الوقت وانا واقفة عشان انجز بسرعة، بحب اشغل البوتاجاز كله عشان اخلص في نفس الساعة، ما اقفش كتير يعني. على العين اللي في النص حطيت بصل وكرملته وخليته لحد ما اتحمر وبقى لونه الذهب الغامق. قطعت 4 طماطمات ونزلتهم على البصل، وغطيت الحلة وهسيبهم كده يشكشكوا مع بعض. تحسي كده ان الطماطم بدأت تنشف ميتها كده، وكأنها داخلة على تسبيكة، كأنها تتسبك. فهسيبها كده اهي، بصوا
اديها تقليبه لما احس كده ايه ميتها بدأت تنشف، بزود بقى ميه وبحط بهارات سمك، سنة كمون، شوية ملح، وبسيبها لما المية تغلي وتاخد بقى الطعم بتاع الطماطم ولون البصل، فبتدي كده لون حلو. في حلة تانية حطيت زيت وحطيت توم. الصلصة بتاعة السمك انا بحب اعملها بتوم. في ناس بتعملها بالبصل، بس انا بحب اعملها بتوم. هو السمك بيحب التوم، فبحب انا اعمل الصلصة بالتوم. البتنجان حطيته على عين البوتاجاز وسبته يتشوي على عين البوتاجاز. في ناس بتحب تشويه في الفرن او ليهم طرق تانية او الاير فراير، بس ما اعرفش، انا جدتي كانت بتعمله على عين البوتاجاز وانا متعوده من زمان اعمله كده، فبحس ان هو واخد ريحه الشوي كده وهو على نار البوتاجاز. غسلت الرز بعد المية ما غليت، ورحت منزله الرز كده وعطيته تقليبه وبس. هغطيه وهسيبه بقى يشرب. طريقه الرز دي بتبقى جميله قوي، وكمان لو حطيتيله فلفل الوان مع الطماطم بيدي طعم حلو قوي. يعني متعلمه الطريقه دي من ماما، ان هي تحط له طماطم وفلفل الوان. يعني على طول كنا بنعمله ببصل بس، فلما بضيف طماطم وفلفل الوان بيدي طعم حلو بصراحه. البتنجان بقى بعد ما اتشوى ببدأ ان انا اقشره كده، وبالمعلقة بطلع القلب بتاع البتنجان، بيبقى خلاص استوى كده وطري. بس هفضي بقى الثلاث بتنجانات بنفس الطريقة اللي انا بعملها دي، ولو في قشرة جت كده ولا كده بشيلها. هفضيهم في بولة صغيرة عشان دي البولة اللي انا هضربهم فيها، لان انا بضربه بالهاند بلندر بعد ما بحط عليه البهارات والطحينة وزيت الزيتون وكده. بروح ضرباه بالهاند بلندر، بيبقى كريمي كده وبيبقى حلو، بس مش بيبقى طعمه زي المطاعم. معرفش المطاعم بيحطوا ايه عليه، بحس انه اللي في البيت ناقصه حاجة، ايه هي بقى مش عارفة. بس هو طعمه حلو بس مش زي بتاع المطعم. يعني احيانا لما بتجيبي اكل مشوي كده من المطعم بيحطولك علبة بابا غنوج، فمش بلاقي فيها الطعم اللي انا بعمله في البيت، فاهمين؟ لو وصلتوا بقى لحد هنا ونسيتوا تعملوا لي لايك للفيديو، فاعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تكملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا مشتريات المدرسة. المهم خلاص كده انا خليت البتنجان وحطيت عليه طحينة، حطيت عليه فلفل اسود، حطيت عليه شوية بهارات، حطيت عليه ملح، وحطيت كمان فصين توم، وحطيت زيت زيتون. تمام. ورحت ضرباه بالهاند بلندر بقى كريمي كده. وقليت السمك كله. السمك اللي هو بالصلصة انا بحب انشفه شوية عشان الصلصة بتطري السمك، فما بحبش احط السمك طري واحط عليه الصلصة فبيتهري بعد كده. فانا بحب انشف السمك شوية بس. وادي الرز، بصوا لونه جميل وريحته حلوة قوي، جميل جدا والله، حلو قوي، عجب حودة قوي. يعني زي ما قلت لكم اتغدى معايا النهارده فكان عاجبه جدا الرز. اتفضلوا معانا بقى. وادي السمك ابو صلصة، وممكن تحطيه برضو في الفرن تحت الشواية كده السمك ابو صلصة ياخد له وش. عايزه اقول لكم لحمه ابيض ابيض وجميل، وكان زي السكر والله، كان حلو قوي. بصوا ما شاء الله كان جميل. والكابوريا برضو كانت تحفة، الله يبارك له. يعني عشان هو قال لي ايه، الكابوريا لو عجبتك ابقي ادعيلي، فانا دعيت لك والله. طلعت كلها مبطرخة ومليانة حلوة قوي ما شاء الله، جميلة جدا الصراحة. الله يبارك له الراجل اللي انا اشتريت منه، يعني الله يكرمه. المهم بقى ايه، يوسف راح يجيب حاجات لخالتي، فقلت له ايه استنى إيه قبل ما تجيب الحاجات، هلبس انا وننزل انا وانت نروح المكتبة اللي جنب البيت. المكتبة دي بنتعامل معاها بقالنا كتير، يعني من ساعة ما جينا هنا، لان هي اللي قريبة من البيت. المكتبة دي اسمها علاء الدين قدام مدرسة الأورمان. فانا كنت عايزة انزل المنشية زي ما قلت لكم ان انا اجيب مستلزمات المدارس وكده، بس بصراحة انا الفترة دي تعبانة جدا، بيجيلي هبوط فجأة وبتعب وبدوخ، فقلت ايه بلاش اروح اماكن بعيدة وانا تعبانة اليومين دول عشان ما يحصليش حاجة في الشارع. يعني فقلت ايه اي حاجة بعوزها بجيب من الاماكن اللي جنب البيت. فالمهم رحنا المكتبة دي وجبت شوية حاجات. تعالوا اوريكم بقى على الحاجات اللي انا جبتها من المدرسة. اول حاجة جبتها اللانش بوكس الهنا،
كنت بقول لكم ان انا بدور على واحد، فلقيت ده. يعني هو عاجبني الى حد ما، لكن انا كنت بدور لحاجة تانية يعني غير كده، بس ما لقيتش بصراحة من كتر ما دورت. خلاص بصوا، هي فيها الازازة دي، واحلى حاجة في الازازة عجباني ان الغطا ماسك كده، يعني مش هيضيع. هنا بتضيع الغطيان بتاعة الازايز، فعجبني جدا ان الغطا في الازازة نفسها، فمش هيضيع يعني لو فتحته مش هيضيع منها. وعجبني الحجم بتاعها. كمان اللانش بوكس عجبني التقسيمة بتاعته من جوه، لكن اللي مش عاجبني فيه القفل ده. مش عارفة، حاسة انه هيكون تقيل على هنا او مش هتعرف تقفله، يعني هتعرف تفتحه ممكن، لكن القفلة بتاعته تقيلة شوية، عايزة ايد جامدة. لكن بصراحة انا ما لقيتش لانش بوكس القفلة بتاعته تكون مريحة. تمام. عجبني برضو التقسيمة بتاعته من جوه، ان هو في القطعة دي لو في فاكهة هحط لها، مفيش هشيل القطعة دي خالص واحط لها هنا السندوتشات، ومعاها كده سكينة وشوكة ومعلقة. تقسيمته حلوة، هو عجبني، وفي نفس الوقت مش كبير ومش صغير، يعني حجمه وسط كده. معظم اللي انا كنت بلاقيهم احجامهم كبيرة جدا، يعني عايزة يعني عيال كبار، مش عايزين حد صغير في حضانة، يعني فاهمين. فعجبني خالص، بس هي مشكلة القفلة بتاعته ممكن انا ما تعرفش تقفلها. هبقى اكد بقى ايه على الميز بتاعتها، هي تبقى تطلع لها الاكل وهي اللي تقفله كده. خلاص. ده كان سعره في حدود تقريبا 280 او 295، في الحدود دي يعني، مش متذكرة السعر بتاعه قوي. جبت لها كمان المقلمة دي، عجبني اللون بتاعها، وده شكلها كده من هنا اهي. هي عاملة شبه البوكس كده، يعني الخامة بتاعتها ناشفة كده شوية اهي. بصوا شوية الحاجات الدلع دي عجبتني قوي. جبت لها اسمه ايه، لابوبو ده باين، او لا ستيتش، ده ستيتش. ده براية تبري بيها القلم اهي. جبت لها الشكل ده، وجبت لها اللي هو هالو كيتي ده. انا جبتهم عشان عاجبني اشكالهم، وجبت لها اللي هو البرجر ده، وجبت واحدة رابعة تانية سبونج بوب تقريبا، بس باين يوسف اخدها. وجبت لها دي برضو، دي استيكة او جومة، احنا بنقول عليها جومة. ده كده شكلها اهي كده. وجبت لها واحده تانية شبه الروج، بس عايزه اقول لكم هو الحاجه لما جبتها قعدوا يفتحوا فيها، فمعظم الحاجه مش عارفه شالوها فين، كل واحد خد حاجه حطها في شنطته. جبت علبه الالوان دي اهي. بصوا حتى هنا طلعت منها واستخدمت، يعني الحاجات ما سواش في حالها. جبت لها العلبه دي عشان تاخدها معاها المدرسه. دي معرفش بقى هياخدوها في المدرسه ولا لا، بس انا معتقد ان هياخدوها في المدرسه تستخدمها هناك. تمام. جبت لها المسطره دي عشان نستخدمها انا وهي في البيت، لو حبيت ان انا انظم لها الكراسه عشان تعرف تمشي كويس. تمام. جبت علبه الالوان دي للبيت، لان قلت لكم دي احتمال ياخدوها في المدرسه، فجبت العلبه دي في البيت عشان هتقعد بقى تلون الحروف، ازاي تلونها وازاي تمشي وتمسك القلم ومش عارفه ايه وكده. كل الحاجات دي مريت بيها مع يوسف وانس وجنى، فجبت لها العلبة دي عشان تبقى في البيت. عشان كده حبيت ان انا اجيبها علبة كده، والمقلمة بقى بتاعتها هي تبقى تحط فيها حاجات المدرسة نفسها. كمان جبت علبة الالوان دي. بصوا دي علبة الوان اللي هي الشمع اهي، شمع هي كده اهي. دي برضو هنسيبها في البيت عشان لو حبيت انا وهي كده نقعد نلون مع بعض. تمام. فدي كده حاجات هنا. كمان جبت لها الاستيكرات دي عشان ابقى احطهم لها في السكتش بتاعها او الكراسة، عشان كده ايه افتح نفسها يعني. فجبت لها الاشكال دي، هي بتحب الحاجات الكرتونية دي، فجبت الاشكال دي. وجبت كمان دي اهو. حاجات هنا برضو جبت دستة كراسات اللي هي انجليزي، وجبت دستة كراسات اللي هي 9 اسطر. وجبت كمان دستة كراسات اللي هي المربعات. المدرسة على فكرة لسه ما طلبتش، يعني انا
رحت المدرسة وسألت، قالوا لي لأ لسه اللبس والزي بتاعهم منزلش، خلال يومين كده هنتصل بيكي. وكمان الطلبات اللي هي بيطلبوها زي السبلايز وكده دي برضو لسه ما طلبوهاش. فانا جبت الحاجات اللي انا عارفة ان هي هتستخدمها، لكن لو طلبوا حاجة تانية هجيبها بقى ايه بعدين او الاسبوع اللي جاي لما يكلموني بقى ويقولوا لي ايه الحاجات المطلوبة. الكراسات دي بتاعت هنا بس، انما الاسكتشات السلك دي يوسف وانس وجنى بيستخدموها خلاص. الكراسات دي خلاص هما كبروا عليها، فهم بيستخدموا اسكتشات زي ما انتوا شايفين اهو. فجبت لهم 10 من دول اللي هو الحجم الكبير ده 300 ورقة على ما اعتقد، وجبت لهم من 10 تاني من الاصغر شوية. فقلت ايه يستخدموهم، ولو احتاجوا تاني هبقى اجيب لهم. خلاص فانا جبت 10 كبار و10 صغيرين. جبت بقى الاقلام دي حلوة قوي، والخط بتاعها رفيع وجميلة اهي. احنا بنحب الخط اللي هو ايه السن الرفيع ده، بيبقى حلو قوي في الكتابة. فجبت لهم علبتين ازرق وعلبة اسود، ما بيستخدموا اللون الازرق واللون الاسود. جبت كمان مقلمة لأنس ومقلمة ليوسف، دي بتاعت أنس. يوسف بتاعته لونها أحمر بس هو راح الدرس فواخدها معاه. في حاجات كتير أنا جبتها بس يوسف واخدها. نفتح كده نشوف يوسف أنس حاطط ايه. دي الألوان اللي جات له هدية. بياخدوا أقلام كتير ما تفهموش هيعملوا بيها ايه دي كلها. كمان في نوع قلم اشتريته بس ما اشتريتش منه كتير، جبت منه حوالي 3، فهم خدوهم. فين هو انت فين؟ لسه شايفاك دلوقتي اهو. بصوا القلم ده اشتريت منه 3، خدت انا واحد ويوسف وانس كل واحد خد واحد. ودي الاقلام اللي واخدها انس. يا حبيبي واخد الوان الاسود ده واخد منه كتير ليه يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي؟ ده انت خدت العلبة يا حبيبي، ليه يا حبيبي؟ اهو. وكمان جابوا كوريكتور، وده انا جايباه لهنا. ده خدته ليه؟ ده روج، واخده ليه انت؟ بصوا جبت لها استيكه كده شكل الروج، وفيها من تحت ايه برايه. بس زي ما قلت لكم انا اول ما جبت الحاجه فتحوها، واللي عايز حاجه من هنا راح واخدها. خلاص اهو. فدي بتاعت ايه انس. طبعا بقى جابوا الكتب الخارجيه بس مش هوريها لكم كلها لاني مش كلها لقيناها. في كتب لسه ما نزلتش. ده سلاح التلميذ بتاع انس اللغه العربيه، فده بتاع انس تمام. لسه هنجيب انجليزي المعاصر بس لسه ما نزلش. يوسف برضو جاب الرياضه بتاعته. ففي كتب نزلت وفي كتب ما نزلتش، فاللي نزل جبناه تمام. والقلم ده الناس اللي من التسعينات كده زيي هيفتكروا ان القلم ده كان على ايامنا، اللي هو ايه قلم بقى فيه الوان كتير، اخضر احمر ازرق اسود، كل الالوان موجودة فيه. ففكرني بايام المدرسة، فالصراحة اشتريته لنفسي. لقيته كده بيفكرني بايام ما كنت بجيبه زمان وانا في المدرسة. بس مش عارفة ايه الاصفر ده، هو بيكتب اصفر؟ اه والله بيكتب اصفر. على ايامنا كانوا 4 الوان بس فانا اشتريت ده لنفسي. في حاجات تانية جبتها زي ما قلت لكم بس العيال خلاص ايه وزعوهم على نفسهم وخدوهم. وجبت كمان الشنطة لهنا بس ايه هنا شايلاها. فان شاء الله لما يجي زي المدرسة هبقى اصور لكم الشنطة بتاعتها بالزي، باقي الحاجات اللي لسه ناقصة ولسه مجبناهاش. بس دي الحاجات اللي انا نزلت ايه جبتها النهاردة. بس ده فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم وان شاء الله اشوفكم بكرة على خير. باي باي.